بسم الله، السلام عليكم. اليوم سأقدم لكم طبق شهي صحي وسهل التحضير. طبق من الدجاج بصلصة الفطر. سنحتاج إلى نصف كيلو من شرائح الدجاج المتبلة بالملح والفلفل الأسود بنصف ساعة من قبل، إلى نصف بصلة مفرومة إلى قطع صغيرة، 300 غرام من القشدة الطرية، 250 غرام من الفطر المقطع إلى شرائح، ملعقتي طعام من الزبدة تعادل 60 غرام، إلى القليل من البقدونس المفروم وإلى أوراق البقدونس للتزيين. سنحتاج كذلك إلى جوزة الطيب للتنسيم، إلى فصي ثوم مقطعة قطع صغيرة، الفلفل الأسود وإلى الملح. سنشرع على بركة الله. نضع إناء على النار، نأخذ ملعقة طعام من الزبدة، نقوم بتحريكها حتى تذوب. أضيف الآن البصل المفروم والثوم، نقليها قليلا. سأقوم بالتتبيل بالملح، الفلفل الأسود وجوز الطيب. نقوم بالتحريك لدمج العناصر. سأضيف الآن شرائح الفطر، نحرك. سنقوم بتركها حوالي 5 دقائق حتى تستوي. نضع مقلاة على النار، ننتظر حتى تسخن. في هذه الأثناء ننتقل إلى وضع بعض الشرائح من الفطر جانبا للتزيين. سأضيف الآن القشدة الطرية، نقوم بخلطها. الآن سأضع القليل من الزبدة بالمقلاة. سأقوم بوضع شرائح الدجاج لشيها. إذا صلصة الفطر قد أصبحت جاهزة، قد وصلت إلى مرحلة الغليان. الآن سأقوم بطحنها. بعد طحنها سنقوم بتركها على النار قليلا. ننتقل الآن إلى قلب شرائح الدجاج. بعد نضج شرائح الدجاج الآن سنقوم برصها بالطبق. الآن سأقوم بصب الصلصة. سأقوم بوضع شرائح الفطر. سأقوم برش البقدونس المفروم لإعطائه منظر جميل. إذا طبقنا لليوم قد أصبح جاهزا. بالهنا والشفاء. تابعوني على قناتي وضعوا تعليقاتكم. لأي استفسار أنا رهن إشارتكم. للتواصل معي سأضع الروابط لكم في وصف الفيديو. إلى لقاء قريب إن شاء الله.